هل فعلا كيك حرام؟ كيك حاليا هو من افضل الستريمينج بلاتفورمز في العالم بمعدل 5 مليون ستريم و12 مليون مشاهد يوميا. في فيديو النهارده هقول لك كل حاجه عن كيك، خليك تقرر انت بنفسك هل فعلا هو حرام ولا لا. في 2022 كان مفيش غير بلاتفورم واحد للستريمينج وهو تويتش، وكان ناجح جدا ومالوش منافس، وتقدر تقول ان هو كان مستبد شويه في القوانين بتاعته. بعد كده في يوم من الايام قرر تويتش ان هو يعمل بان للقمار على المنصه بتاعته، فده سبب ازعاج للستريمر. قرر واحد اسمه بيجان تيراني وواحد اسمه اد كريفن ان هم يعملوا ستريمينج بلاتفورم منافس لتويتش وسموه كيك. القوانين عليه كانت اهدى شويه من تويتش، وقدروا يخلوا الستريمرز يعملوا ستريمز للقمار زي ما هم عايزين. ولكن الصدمه ان الاثنين دول طلعوا كو فاوندرز في موقع للقمار مشهور جدا، كان من احدى الاسباب اللي خلتهم يعملوا كيك وهو عشان يروجوا الموقع القمار بتاعهم. ملخص وهو ان لا جدال ان كيك معمول بفلوس حرام، ولكن في الاخر بيقدم منتج مش حرام، عشان معظم الناس اللي بتستريم عليه بتستريم لعب عاديه زي فيفا وروبلوكس وفالورانت وليج اوف ليجندز. انا كنادر شايف ان لو حاجه فيها شك ولو 1%، وحتى لو هيجيلي منها فلوس حلوه فبلاش منها احسن.